السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير وفي اتم صحه واحسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. هنحضر مع بعض النهارده ان شاء الله بقسماط الافران بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. كمان هتعمليه وهيطلع معاكي احلى من الجاهز بكتير جدا. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم قوي. هيطلع معاكم كده هش ودايب ومقرمش ومفرغ من جوه. وكمان ان شاء الله هنقول التسويه المظبوطه بتاعته والمقادير المظبوطه بالكوبايه وبالجرام. ان شاء الله يا بنات الطريقه تعجبكم قوي. وبعد الطريقه دي ان شاء الله مش هتشتريه من بره تاني. عايزه اقول لك كمان باقل كميه من الدقيق هتعملي كميه كبيره جدا من البقسماط ده. تعالوا بينا على طول نبدا ونشوف هنحضره ازاي. بس اهم حاجه ما ننساش نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تحط لايك. يلا بينا نبدا. نسمي الله. واول حاجه معانا طبق عميق هنبتدي نضيف فيه كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. هنستخدم الكوبايه كلها ان شاء الله ولكن الربع ده بضيفه بالتدريج. طبعا الكوبايه دي اللي هو مج الشاي المتوفر في كل بيت. ساعه الكوبايه هتاخد 200 جرام من الميه. معايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه وزنها 10 جرام. ومعايا كمان 3 معالق كبار من السكر وزنهم 50 جرام. باضيفهم كده على الميه وببدا ان انا اقلبهم. ولو انت شاكه في الخميره اذا كانت فاسده او لا فده اختبار الخميره. بنبتدي نحط المكونات دي مع بعضها الميه والسكر والخميره وبقلبهم. بنسيبهم كده على جنب شويه واول ما بيتفاعلوا ويعملوا فوم فبتكون الخميره صالحه معاكي. اما لو انت متاكده من سلامتها فهتشتغلي على طول. ضفت بعد كده كوبايه الا ربع من الماده الدهنيه. استخدمت نص كوبايه من الزيت عليهم ربع كوبايه من السمنه يعني مقدار الماده الدهنيه كله 170 جرام. ضفت معلقه ممسوحه من البيكنج باودر وزنها 5 جرام. وربع معلقة صغيرة من الملح. وبنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها وكل حاجة تدوب. استخدمت كوباية الا ربع من السمنة على الزيت علشان الزيت يديني قرمشة للبقسماط. وكمان السمنة يخليها دايبة معانا. في الوقت ده كنت محضرة نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. طبعا منخول كويس جدا. ولو هنعاير الدقيق ده بالكوباية فهياخد 4 كوبايات بمج الشاي العادي المتوفر في كل بيت. ببدأ الأول أخلط الدقيق كده مع المواد السائلة بالراحة لحد ما أبدأ أدمج كل الدقيق مع المواد السائلة. وبعد كده هابتدي اعجن بقى البقسماط بتاعي بايدي عادي. طبعا المرحله دي مهمه جدا ان احنا لازم نعجن البقسماط كويس جدا. يعني بياخد حقه كده في العجين زي المعجنات. وطبعا مش بنعامله معامله البسكوت ان احنا نقلبه بطراطيف صوابعنا بس. لا ده لازم يتعجن كويس جدا علشان وقت التسويه ما يفرش معاكي في الفرن. ببدا بقى اعجن كويس جدا لحد ما العجينه بتاعتي تلم كويس معايا وفي الاخر بحصل على عجينه ناعمه وطريه ومش ملزقه. ومعايا ربع كوبايه الميه اللي كنت سايباها على جنب ببتدي اعجن بيها برده شويه بشويه. بضيف كده معلقه بمعلقه لحد ما العجينه بتاعتي تاخد المقدار الكافي من الميه. طبعا كل دقيق بيختلف من نوع للتاني. في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق لا. طبعا الكميه اللي معايا او المقدار اللي معايا اخد الكوبايه كامله الا معلقه كبيره من الميه. يعني استخدمت كل مقدار الميه ما عدا معلقه واحده بس. وده طبعا بيرجع لنوعيه الدقيق بتاعك. تقدري طبعا تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق تكوني استخدمتيه قبل كده وطلع كويس معاكي. بعد ما خلصت بقى عجين كده والعجينه اتخدمت معايا وفي الاخر حصلت كده على عجينه ناعمه وطريه ومش ملزقه. هو ده القوام المطلوب. طيب دلوقتي بقى احنا ممكن نعجن العجينه دي بلبن بدل الميه. ايوه طبعا ممكن تعجني بلبن عادي مفيش اي مشكله وهتكون جميله جدا معاكي. ولكن احنا طبعا بنعمله كده بميه علشان يكون كده ابسط حاجه معانا. وممكن نستخدم كمان بديل اللبن معلقتين من اللبن البودر مع الميه دي برضو هيكون معاكي جميل جدا. احنا بس كده بنعزز القيمه الغذائيه بتاعه البقسماط. وبعد ما خلصت عجين بقى بدأت كده اغطيها واسيبها كده تستريح لمدة ربع ساعة بس. طبعا احنا مش بنخمرها دلوقتي احنا بنخمر البقسماط بعد التشكيل. ولكن هنا دلوقتي انا بريح العجينة بس مكان العجن. وعلى ما اجهز السمسم بتاعنا او باقي الخطوات. حضرت بعد كده كوبايه من السمسم. وبدات احط عليها معلقه من الميه وببتدي ان انا اقلبهم مع بعض كده او اخلطهم مع بعض. علشان كده انا بطري السمسم لما اجي اشكل البقسماط يلزق فيه العجينه وما ينزلش منها. تمام. بس كده هسيبها كده على جنب وهنبدا بقى على طول في تشكيل البقسماط. حبيت اقول لكم معلومه برضو بالنسبه لاضافه الماده الدهنيه في الدقيق. لو انت حابه البقسماط بتاعك يكون ناشف قوي او مقرمش قوي فبتضيفي المقدار كله زيت. اما لو انت حباه كده يكون دايب خالص فهتخلي المقدار كله سمنه. ولو انت بقى عايزاه مقرمش وفي نفس الوقت يكون دايب فهتحطي كده خليط من السمنه على الزيت. ممكن تخلي نص المقدار زيت ونص المقدار سمنه. ممكن نص كوبايه زيت والربع سمنه. ممكن كمان النص سمنه وربع زيت. طبعا زي ما تحبي. بعد ما العجينه بتاعتي ارتاحت شويه جبت بقى كده العجينه وهبدا ان انا اقطعها كده لشرايط رفيعه. لو انت حابه تعملي العجينه دي كلها كرات صغيره وتبداي تشتغلي بيها على طول تمام. لو انت عايزه تسيبيها كده وتاخدي منها جزء بجزء برضو زي ما تحبي. هبدا اخد قطعه من العجينه وهبدا ان انا ارولها كده على الرخامه بالشكل ده. وبكفه ايدي يا بنات زي ما احنا شايفين كده ببتدي افرد بيها. انا عايزه كل العجينه تكون سمك واحد مش عايزه حته تخينه وحته تكون رفيعه علشان طبعا يكون شكلها متناسق وحلو وفي نفس الوقت تاخد تسويه واحده من كل مكان او كل جزء فيها. وبعد ما برولها طبعا بنقطعها بالحجم المناسب اللي احنا عايزينه. بحطها كده في السمسم. وبكون
بكون محضره صاج بدون اي ماده دهنيه وببدا ارص فيها البقسماط. طبعا ما دهناش زيت في الصاج لان كميه الماده الدهنيه اللي موجوده في العجينه كفيله جدا ان هي تخليها ما تلزقش معانا. هعمل برضو نفس الخطوات، ببدأ اجيب كده جزء من العجينة وببتدي ان انا ارولها. في الوقت ده هعملها برضو اللي يعني رول طويل قوي كده، وببدأ ان انا اقسمه كده على جزئين علشان طبعا انجز الوقت وتخلص معايا بسرعة. وزي ما قلت لكم بيكون برضو سمك واحد وكله طول واحد، يعني لما بيكون كده كله طول واحد في النهاية بيديكي شكل حلو برضو، ويكون كده كل الشكل متناسق مع بعضه. وبعد ما باخلّص باحطها في السمسم وباغلّفها من جميع الاتجاهات كده، ومعانا الصاج زي ما إحنا شايفين بابتدي إن أنا أرُص فيه الصاج، وبنراعي إن إحنا يكون كده في مسافات بين كل واحدة والتانية، علشان هي لسه بتختمر معانا، ووقت التسوية كمان بتكبر معانا في الفرن، فعلشان برضه نخلّي بالنا من حاجة زي دي، إن يكون كده في مساحات بين كل واحدة والتانية، علشان تدّي فرصة للبقسماطة إن هي ترتفع معانا أو تنفش شوية معانا في الفرن. وباخلّص بقى كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة. طريقة تشكيله سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم كمان حاولوا ترفعوه قوي، ما تخلوهوش كده تخين وقت التشكيل، علشان هو زي ما قلت لكم لسه بيتضاعف حجمه ولسه هيكبر كمان اكتر من كده. فعلشان برضو يكون شكلها حلو معاكي، ما تبقاش تخينه قوي وشكلها مش حلو، حاولي ترفعيها وانت بتشكليها. ودلوقتي بقى بنسيبه لحد ما يخمر تاني بقى، ياخد مدة التخمير بتاعته. هيقعد معانا حوالي ساعة او نص ساعة لو انت بتخمريه في مكان دافي، وطبعا ده بيرجع للمكان اللي انت بتخمري فيه العجينة بتاعتك، على حسب طبعا دفء المكان. احنا في الشتا دلوقتي، لو انتوا عايزين تخمروها اسرع فبنشغل فرن البوتاجاز بتاعنا يسخن شويه، وبعد كده بنطفي البوتاجاز، بندخل الصاج بتاعنا واحنا مغطينه جوه الفرن لحد طبعا ما يختمر معانا. في الحاله دي هيقعد معاكي نص ساعه بس مش اكتر من كده. اما لو هتسيبيه عادي فهتسيبيه بقى هيقعد معاكي لمده ساعه كده تقريبا، او ساعه ونص كمان لحد ما يختمر معانا. وهنا ده شكله بعد ما اختمر بعد مرور ساعة كاملة عليه. هبدأ بعد كده اسويه بقى. بنسويه طبعا على فرن مسبق التسخين، درجة حرارة 160 مش اكتر من كده، علشان ما ياخدش لون بسرعة معاكي ويفضل من جوه لسه لونه ابيض وطري. باحطه على رف الاوسط وبسيبه تقريبا كده، بيفضل معانا في الفرن من 30 دقيقة ل 35 دقيقة. لو انت الفرن بتاعك حامي فهيبدأ ياخد لون لوحده من درجة حرارة الفرن. اما لو الفرن بتاعك مش بيحمر لوحده، فهتبدأي تشغلي الشواية في اخر 5 دقايق من التسوية، وياخد اللون الجميل ده معانا. وبعد كده تخرج. اهم حاجه علشان البقسماط بتاعك يطلع معاكي اخد لون موحد من جميع الاتجاهات، كمان اخد تسويه حلوه قوي من تحت ومن جوه، لازم تخليه يستوي على درجه حراره هاديه مش عاليه قوي، لان لو حطيتيه في الفرن ودرجه الحراره بتكون عاليه فعلى طول هياخد لون معاكي من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت هيكون لسه طري من جوه ومش هيبقى مقرمش معاكي. فلازم تسويه كده على درجه حراره تكون هاديه شويه. شايفين بقى البقسماط وجماله؟ اللهم بارك، اخد لون جميل جدا من فوق ومن تحت ومن جوه، ما شاء الله اللهم بارك. وكمان مقرمش جدا يا بنات، عايزه اقول لكم مقرمش وفي نفس الوقت دايب، وحاجه كده اللهم بارك في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم نص كيلو الدقيق عمل معايا كميه كويسه جدا من البقسماط. بجد اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. مش هقول لكم زي بتاع الافران، ولكن هقول لكم احلى من بتاع الافران بكتير جدا. يعني اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. جربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات هيطلع معاكم جميل جدا. شايفين البقسماطه مفرغه من جوه ودايبه وهشه وما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك كمان معلومه مهمه جدا، اوعي تخمري العجينه قبل التشكيل، لان لو خمرتيها قبل التشكيل وشكلت البقسماط ودخلتيها تستوي على طول هيكون مكتوم معاكي ومش هيكون مفرغ كده من جوه ولا هش. طبعا الهشاشه بتاعته والتفريغ اللي بيكون موجود من جوه ده بيرجع طبعا لنتيجه التخمير الكويسه بتاعته بعد التشكيل. شايفين اللهم بارك؟ جميل جدا يا بنات. عايزه اقول لكم بجد البقسماطه دايبه جدا ومقرمشه، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. جربوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم، والف هنا وعافيه للي يجربه، وطبعا تسلم ايديكم وعيونكم مقدما. وبكده يا بنات الفيديو بتاعنا بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتم من الطريقه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده وتشتركي معايا في القناه لو لسه مشتركتيش. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.